بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعين مشاهدين الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيفي الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. حياك الله. دعنا استكمالا لموضوع أعمال القلوب نتحدث اليوم عن التوكل على الله عز وجل، كما لا يخفى على مسلم أنها من أعظم العبادات وأجل الواجبات وأكثر ما يقرب المرء إلى ربه سبحانه وتعالى. بداية شيخنا، ما هي التوكل؟ ما هو تعريف التوكل لغة واصطلاحا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله القائل في كتابه في مفتتح الكتاب: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه السورة طبعا من السور التي جمعت معاني الدين، معاني المصحف كله، يعني مفتتح القرآن فيه تقريبا 7 المثاني، هذه الآيات التي وردت في كتاب الله وافتتح بها القرآن الكريم لها أهميتها في المعاني الكبرى للدين، فما ورد فيها من كليات للدين تعتبر هي على كل الأصول الكلية لهذا القرآن، وبالتالي وردت على كل عبارة إياك نستعين. وذهب كثير من العلماء إلى أن الدين لو اعتبرناه هو شقين فهو عبادة واستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، ويندرج التوكل في القسم الثاني منها وهو قسم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. والمفردة من حيث ورودها في كتاب الله وردت كثيرا، يعني يمكن تكاد تقارب الواو والكاف واللام 70 مرة في كتاب الله تبارك وتعالى بصيغ مختلفة، بصيغ الماضي وبصيغ المضارع وصيغ الأمر، الصفة المشبهة باسم الفاعل، فوردت على كل عدة مرات، يعني تقارب 70 تقريبا، كلها تحث على هذا المعنى العظيم. وبالتالي ليس معنى هامشيا في القرآن الكريم، يعني أنت كل ما رأيت هذا المعنى يتكرر وبصيغ مختلفة وبأساليب مختلفة، بطبيعة الحال يجب أن تقف عنده حتى تعرف أهمية هذا الأمر الذي أنت مقدم عليه. نعم. وبالتالي نظرا لهذه الأهمية في كتاب الله سبحانه وتعالى والأمر به، وإن شاء الله سنأتي على حكمه، لكن هذه الأهمية تجعلنا نتعرف عليه، يعني لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره قبل أن نأتي الحكم، لا بد أن نتصور ما هو هذا التوكل، لأن الناس يخلطون للأسف الشديد في المعاني القرآنية خاصة، إما لما درج في اللغة العامية من معنى، وإما لما تراكم عبر التاريخ أيضا من معنى، إلى غير ذلك من الأسباب. وبالتالي العودة للمعنى الحقيقي من حيث اللغة العربية، باعتبار أن القرآن نزل بلغة العرب ولكنه ارتقى بها وانتقل بها في بعض الأحيان. فلو رجعنا إلى مفردات اللغة العربية من خلال المعاجم ستلاحظ أن معنى وكل أو توكل أو اتكل كلها تعني معاني الوكالة بشكل عام. نعم. معاني الوكالة بشكل عام. الوكالة لو تلاحظ فيها معنى الاعتراف بنقل أو الاعتماد على طرف آخر، فأنت تعتمد في وكالتك على شخص آخر. هذا الاعتماد الغالب فيه أنك والله عاجز أن تقوم بأمرك بنفسك، فتنتقل المسألة من الأصيل إلى إيه؟ إلى الوكيل. يعني نادرا ما يكون الشخص قادر على الشيء بنفسه وحاضر في المكان بنفسه ثم يوكل. نعم. الغالب فيها إنه والله إما أن يكون عاجز أو يكون غائب منشغل. أي نعم. فمعنى الوكالة هنا فيه هذا البعد، أنك تكل أو تعتمد في أمرك إلى شخص آخر. هذه معناها اللغوية. المعنى اللغوي هو أنك تكل أمرك إلى شخص آخر. جميل. ولكن تتضمن هذه الوكالة بطبيعة الحال الثقة، فلا يكل الإنسان لمن لا يثق به. نعم.
فأنت تكل أمورك الآن المالية وغيرها مثلا إلى شخص فعلا مأمور وموثوق. فباختصار شديد معنى التوكل هو الاعتماد، وهو الثقة، وهو الاتكال، وهو الاستعانة، وهو الحسب. كل ذلك من المعاني التي يعني نجدها في لغة العرب. ومن معانيها أيضا الاستسلام. وكلت أمري إلى فلان أو وكلته إليه، أي أنت مستسلم لإيه؟ لهذا فلان الذي وكلت إليه الأمر. أما من حيث الاصطلاح فالغالب في إرادات العلماء الذين يتكلمون عن موضوع التوكل وخاصة أهل السلوك فإنهم يتناولون هذا الأمر في إطار التوكل على الله سبحانه وتعالى، وليس في موضوع الوكالات العادية. فموضوع الوكالة يبحث في جوانب الفقه المعاملات، لكن هنا التوكل الذي نحن بصدده يبحث فيه غالبا في موضوع السلوك وقضايا القلوب وأعمال القلوب. فنلاحظ بأن موضوع التوكل هو الثقة المطلقة في الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والاستسلام له جل جلاله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. هنا لاحظ بأننا هذا التعريف اشتمل على يعني عدة قضايا. الجانب الأول هو الثقة المطلقة في الله وتفويض الأمر إليه والاستسلام بين يديه، وأنه لا حول ولا طول ولا قوة إلا به جل جلاله. ثم لا يمنع ذلك بأنك والله تأخذ بالأسباب التي شرعها الله لك وقال لك خذ بها. نعم. فتتضمن هذين الركنين، الثقة بالله والتعلق به مع الأخذ أيضا بالأسباب. أي أنهم لا يتناقضون. نعم، لا تناقض بين الأمرين، بل هما يتكاملان. ممتاز. إذن لغة الاعتماد على طرف آخر، واصطلاحا الثقة المطلقة في الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب شيخنا، ما حكم التوكل على الله عز وجل، وهل جاء في هذا نص صريح بحكمه؟ موضوع التوكل باعتبار أنه من أعمال القلوب وفيه الاعتماد على الله وفيه الثقة بالله سبحانه وتعالى، نص العلماء على أن التوكل على الله سبحانه وتعالى من أعظم الواجبات، من أعظم الواجبات ومن أعظم أعمال القلوب، فهو عمل قلبي بطبيعة الحال. وحتى نكون مثلا فعلا نقف على حكمه بصورة واضحة، لاحظ المقامات التي أو الآيات التي ذكرت فيها آيات التوكل تحديدا. فمثلا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يتوكل على الله، فتوكل على الحي الذي لا يموت. كذلك يقول فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فنلاحظ أن آيات الأمر كما يقولون الأمر يقتضي الوجوب إلا أن يأتي الصارف ويصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. فالأصل هنا الآيات التي حثت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعبد الله سبحانه وتعالى ربطت معها أن يتوكل عليه، ربطته في أنك والله أنت على الحق فتوكل عليه، واعبده وتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الآيات كلها فإذا عزمت فتوكل على الله. لاحظ أن كل هذه الأوامر التي صدرت للنبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الوجوب، فالتوكل على الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن المقامات هو واجب على من أمر به. والنبي صلى الله عليه وسلم كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته بطبيعة الحال، لأنه التشريع جاء إليه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا جاء الأمر بنفس التوكل للمؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمن. فتلاحظنا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر للمؤمنين بأن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. ثالثا وصف للمؤمنين بأن صفة التوكل صفة ملازمة لأهل الإيمان. إنما المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا قال وعلى ربهم يتوكلون. وهنا جاء سبحان الله في صيغة الصفة الملازمة، وعلى ربهم يتوكلون هي الصفة ملازمة لأهل الإيمان. ثم أيضا رابعا حتى لا أطيل فيما يتعلق بالآيات التي ذكرت فيها أحوال الأنبياء. لاحظ قصة إبراهيم عليه السلام عندما رمي به في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. موسى عليه السلام مع قومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلى الله توكلوا، فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. نوح عليه السلام
يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وعليه يتوكل. هود عليه السلام يفوض أمره إلى الله سبحانه ويتوكل عليه. ستلاحظ مسيرة الأنبياء لا يكاد نبي من الأنبياء إلا وللتوكل على الله ركن من أركان دعوته وركن من أركان السياقات القرآنية التي وردت على كل فيها. كل ذلك بطبيعة الحال يدلنا على أن الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو واجب من الواجبات. ممتاز. ومن أبرز الدلائل في هذا وتوكل على الحي الذي وتوكل على الحي الذي لا يموت. ممتاز. كيف ممكن للتوكل أن يكون عمل قلبي؟ يعني قد يقول قائل أنه مجرد لفظ ينطق به الإنسان يوكل به الله سبحانه وتعالى أموره، فكيف لهذا أن يكون عملا قلبيا وأن يكون إيمانا تاما؟ أصل التوكل عمل قلبي لا جدال في ذلك، ويعتمد على ركنين أساسيين كما قال العلماء، فهو يقولون يعني علم القلب وعمل القلب. نعم. هكذا يطلقون عليه. فهو علم القلب وعمل القلب. علم القلب لأن الذي يتوكل على الله سيتعرف على أسماء الله وصفاته ويستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته وجلاله وكماله وعظمته وكبريائه وكذا، ثم يستحضر أيضا العلم بذاته الضعيف المستكين المستضعف الحقير الكذا الكذا، فهو يوازن ما بين حاله الذي هو فيها، يعلم نفسه تماما بضعفها وحاجتها وفقرها وكذا، ويعلم كبرياء الله وعظمته وعزته وجلاله، وبالتالي هذا النوع من العلم يولد له ركنا آخر وهو عمل قلبي. الجانب الأول علم قلبي، والجانب الثاني عمل قلبي. عمل قلبي. العمل القلبي هو بعد أن علم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. في التوكل ستولد هذه القناعات القلبية وهذا الإيمان القلبي وهذا العلم القلبي يولد أعمال قلبية، الثقة بالله، الاعتماد على الله، الطمأنينة، التوكل، ورمي الأمور كلها على الله سبحانه وتعالى، وأنك لا حول لك ولا قوة إلا بالله. فهذا اليقين المطلق بالله سبحانه ولد لك مجموعة من الأعمال. نعم. الأعمال القلبية. وبالتالي يمكن أن نقول بأن والله أكثر عمل قلبي فعلا في هذا الجهة هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني الأمور الأخرى قضية الأخذ بالأسباب تأتي كمالا بالنسبة للتوكل، حقيقته هي حقيقة قلبية، حقيقته هو حقيقة قلبية. نعم. ممتاز. طيب هنالك فرق ما بين التوكل والتواكل وحقيقة العمل بالأسباب بينهم، فلو سألنا سؤالا مجردا فيما هو الفرق بين التوكل والتواكل؟ التوكل هو أخذ بالأسباب مع الثقة على الله، الثقة بالله سبحانه وتعالى كما تقدم. يعني تعريفه هو أن والله ثقة في الله، اعتماد على الله، طمأنينة، سكينة، لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لكن دون أن يكون هنالك ترك للأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى به. وبالمثال يتضح المقال. شخص مثلا يريد أن ينجب، الله سبحانه وتعالى بين لنا الطرق التي يكون من خلالها الإنجاب. جميل. وهو التزاوج، مش كده؟ نعم. فلا يمكن أن يقول والله يذهب إلى المسجد ويطلب ليل نهار اللهم ارزقني ابنا. الله قال لك والله موضوع الأولاد له علاقة بإيه؟ بالحركة في اتجاه الزواج. نعم. طيب شخص آخر يريد يا رب أنا أريد أن أنجح في التجارة وكذا، يقول لك أنزل الأسواق. شخص ثالث يريد والله زراعة ناجحة، مش كده؟ يقول لك الله سبحانه وتعالى اذهب واحرث وعلينا الزرع، اذهب وتزوج وعلينا الولد. نعم. اذهب وتاجر وعلينا الأرباح. نعم. اذهب وهكذا. تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ربط الأمور بمعنى أن تتحرك في الاتجاه الذي بينه الله من حيث الأسباب والقوانين التي وضعها الله لهذا الكون، لأن الله سبحانه وتعالى نظم الكون كله ضمن قوانين معينة وسنن معينة، فأنت لا تخرج عن السنن، لا تخرج لكن في نفس الوقت يقول الله لك لا تكن ماديا تظن بأن والله هذه الأمور كلها معزولة عن الله. وبالتحديد لو وقفنا عند آيات سورة الواقعة، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. هذه المعاني كلها لاحظ هو تناول لك الظاهرة، الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لاحظت أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه، عملية التخلق هذه. أنت فقط والله مهمتك إنك والله يلتقي رجل بامرأة بطريق شرعي
يحدث عملية انتقال ماء الرجل إلى رحم المرأة، ما بعد ذلك لا علاقة لك. فالمؤمن من المؤمن هنا أنه بعد أن أخذ السبب يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ثقة وطمأنينة وطلبا للعون بأن يا رب فعلت ما علي فاكمل ما يحتاجه من أمر التخلق، وما يحتاجه من أمر نزول الغيث، وما يحتاجه من قيام الزراعة ونجاحها، وما يحتاجه من نجاح التجارة، وهكذا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالشاهد هنا هذين الركنين الأساسيين. ولذلك السلف رضوان الله عليهم كانوا يقولون القلب لله واليد للإعداد، كأنما اليد تتحرك والقلب لا يصحبها. القلب علاقته بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. فاليد تقوم، اليد الجارحة تقوم بالحركة والحرث والتحرك وكذا، والقلب علاقته إيه؟ بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا ترك التعلق بالله خلل في الأديان، وترك العمل بالأسباب خلل في العقول. نعم. خلل في العقول. هذا إذا تصورت هذه الصورة تتضح لك معنى التوكل والتواكل. يعني من أراد أن يترك الأسباب ودخل إلى المسجد يعبد الله ويتصور بأنه والله هو من هذه الناحية متوكل على إيه؟ على الله سبحانه وتعالى، نقول له أخطأت. التوكل مصحوب بإيه؟ الأخذ بالأسباب. مثلا كان أهل اليمن يتصورون بأنهم متوكلون على الله، يتحركون من يمنهم إلى الحج ولا يحملون الزاد، وبطبيعة الحال الإنسان سيحتاج إيه؟ سيحتاج إلى الزاد وسيحتاج إلى الراحلة. ثم يذهبون يأتوا إلى مكة ويسألون الناس، فالله عز وجل أنزل قوله جل جلاله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهنا على كل ربط ما بين الأمر لهم بالزاد وفي نفس الوقت تذكير لهم بأن خير الزاد هو إيه؟ التقوى. لكن الأمر بالزاد واجب. أنت والله بدل أن تسأل الناس خذ من البداية زادك وراحلتك وما يكفيك في هذا الطريق، فإن هذا هو حقيقة إيه؟ حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت أيضا من باب التأكيد أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن حديث لو أنكم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق إيه؟ الطير. في نهاية الحديث ماذا قال؟ قال تغدو خماصا وتروح إيه؟ بطانا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن معنى الغدو إن في حركة، لو أنها جلست في أوكارها لما سمي ذلك إيه؟ توكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه هذه الطير، هذا المخلوق العجيب سبحان الله، ينطلق ويبحث في أرض الله سبحانه وتعالى، ثم تأتي في المساء لها ولعصافيرها حتى تحاول أن تطعمهم وتسقيهم. فعلى كل التواكل هو جلوس عن العمل والزعم بأن الإنسان مع تركه للعمل يتمنى على الله إيه؟ يتمنى على الله الأماني. طيب أبرز المواطن التي ذكر فيها التوكل في القرآن الكريم؟ والله يا أخي موضوع المقامات هي يعني الآيات التي ذكرت فيها كثيرة جدا في عدة مقامات. مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى التوكل في مقام الأرزاق. هل المقامات المذكورة فيها التوكل تكون مرتبطة بالعمل بالأسباب أم أنها ذكرت معظمها سبحان الله تلاحظ فيها هي أسباب. معظمها يعني يمكن أكثر من 10 أو 11 موطن أو مقام، يعني هي وحدها ربما تأخذ منك الحلقة لو أردنا أن نفصل فيها، لكن أنا أشير فقط إلى إشارات بسيطة جدا فيما يتعلق بالمقامات التي وردت فيها. فالله سبحانه وتعالى مثلا ذكر في مقام الأرزاق التوكل على الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في هذا المقام انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى ربط موضوع الأرزاق وموضوع التحرك بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مقام عظيم جدا، والناس سبحان الله ربما كثيرين يستحضروا هذا المعنى، إنه والله أنت في الأرزاق تتوكل على الله سبحانه. لكن سبحان الله لاحظنا بأن ربط الله سبحانه وتعالى التوكل بالجهاد في سبيل الله. الآيات التي تحدثت عن الجهاد ارتبطت بإيه؟ بالتوكل على الله سبحانه. الآيات التي تحدثت عن السلم، يعني ربما موضوع التوكل في الجهاد طبيعي، التوكل في الجهاد فعلا يحتاج إلى أن الإنسان، لكن تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله سبحانه وتعالى عند السلم وليس عند الحرب، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها إيه؟ وتوكل على الله. نعم. فهذا المعنى
طيب نحن في الجهاد محتاجين إلى المعية، طيب في السلام خلاص الأمور إيه سنسترخي. الله يقول لك لا، حتى في السلم توكل علي، حتى في السلم توكل. المقام الثالث مقام الشورى. مقام إيه؟ الشورى. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل إيه؟ على الله. كأنما الله سبحانه وتعالى يقول له أنت محتاج إلى المعية الإلهية والعون الإلهي في استقراء الآراء واستلهام الآراء والتعرف على الآراء حتى يهديك الله إلى ما هو أصوب منها. أنت تجري الشورى نعم وتقلب في الآراء، لكن قد يدخل عليك الهوى، وقد يدخل عليك تلبيس الشيطان، وقد تدخل عليك المصالح، تدخل عليك أشياء كثير، وقد يدخل أحيانا الحجب بالمعاصي، أنك لا ترى الحق الذي يريده الله سبحانه. فالله عز وجل في مقام الشورى يقول لك إيه؟ توكل عليه جل جلاله. أيضا نلاحظ سبحان الله في مقام حفظ الأبناء وحفظ الأسرة وحفظ الذرية، هنا تأتينا قصة يعقوب عليه السلام مع أبنائه، يا بني لا تدخلوا من أبواب واحد وكذا، قال وعلى الله. الآية تختم بقضية إيه؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهنا نلاحظ يعقوب عليه السلام يريدهم ألا يدخلوا من باب واحد وكذا، وفيها طبعا حديث كثير أنه ليش السبب، هل خشي عليهم العين أو غير، لكن في النهاية وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أيضا من المقامات التي ذكر فيها موضوع فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أيضا في مقام الانتصار، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، في مقام النصر إن ينصركم الله فلا غالب، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمن المتوكل. فتلاحظ هذه الآن مقام الشورى، مقام الانتصار، مقام الجهاد، مقام السلم، مقام حفظ الذرية، مقام الأرزاق وطلب الأرزاق من الله سبحانه وتعالى. أيضا هنالك مقامات أكثر على كل من هذه ترد فيها على كل. أيضا مقام العهود والمواثيق، مقام العهود والمواثيق، وهنا أيضا قصة يوسف عليه السلام، قصة يعقوب مع أبنائه، قال حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به. فبعد أن طلب الميثاق منهم قال أيضا إيه؟ ذكر قضية التوكل. أيضا في قضايا الزواج، نحن نقدم على الزواج وعلى كذا ونقول وكفى بالله إيه؟ وكيلا. ففي قضايا الزواج والقضايا الاجتماعية والقضايا السياسية وقضايا العلاقات الدولية وقضايا الأرزاق الجوانب الاقتصادية، ستلاحظ بأن من قال بأن التوكل أوسع باب ويدخل في كل مقام من مقامات التعبد لله سبحانه وتعالى فقد صدق. ومن قال بأن والله هذا التوكل أوسع من أبواب الاستعانة التي تكون محدودة أيضا فقد صدق. فنحن حقيقة لما ننظر إلى المقامات التي ذكر فيها هذا الأمر نستعظم فعلا هذا الموضوع وندرك بأنه لا يوجد موطن من المواطن يمكن للمؤمن أن يقدم عليه إلا وللتوكل فيه نصيب. جميل. هل يتوكل المرء على الله سبحانه وتعالى في عبادته سبحانه وتعالى؟ نعم، أحسنت. فاعبده وتوكل عليه. هذا المقام أيضا من أعظم المقامات. أحسنت، هذا أهم من الرزق وغيره يعني. فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. فسبحان الله هذه المقامات بدءا من المقامات الشعائرية، المقامات العقدية، العلم بالله، هذه كلها فإنها من المقامات. أيضا مقام البلاغ والدعوة، هذه من الأشياء. أيضا مقام الدعوة ترد فيه قضية إيه؟ يعني لما قال الله سبحانه وتعالى نبيه فتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الله إنك على الحق المبين، هذه مقامات دعوية طبيعة الحال. ومع ذلك أمره الله سبحانه وتعالى فيها بأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. في مقام المواجهة مع الطغاة، موسى عليه السلام على الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. هذه كلها مقامات على كل يتطلب في أن يكون الإنسان متوكلا على الله سبحانه وتعالى. طيب معظم ما ذكرنا من المقامات كبير وله أثر جليل في الدين، وللحديث بقية بإذن الله، ولكن بعد فاصل قصير أعزائي المتابعين فابقوا معنا.
يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. للأطفال عالم خاص بهم، يعيشون فيه حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات والإبداعات، عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل، خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم، نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم مانجوس. بانتظاركم يا حلوين. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا، ليه نخلي زعلنا يدوم حياكم الله مجددا أيها السادة المشاهدون. نذكر بطرق التواصل مع برنامجنا عبر الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية أو عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. عودا على بدء شيخنا الفاضل، لو قلنا أن هنالك بعد الحديث عن التوكل بشكل مفصل، لو قلنا أن هنالك ما ينافي التوكل، فما هو أو ما هي الأمور التي قد تنافي التوكل؟ نعم، ما ينافيه هو إذا اعتبرنا بأن التوكل هو حقيقة التوحيد وحقيقة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وأخذ الطرق الشرعية في ذلك. يعني باختصار هو تعلق بالله وسلوك الطرق الشرعية التي تؤدي للوصول إلى المشروع. فإن ما يناقض ذلك بطبيعة الحال هو ما يخرج عن ذلك، ما يخرج عن ذلك على مستوى القلب وما يخرج عن ذلك على مستوى السلوك. على مستوى السلوك لو قلنا بأنه والله ما هو الذي يخرج الإنسان من الأعمال، هنالك على كل جملة من الأعمال يمكن أن نشير إليها باختصار. فهنالك مثلا عند الناس الآن يعرف قضية التشاؤم والتطير. نعم. هذا نوع من الأمور التي تنافي حقيقة التوكل، لأن الإنسان يظل أسيرا لأوهامه وأسيرا لظنونه وأسيرا لمخاوفه وأسيرا من الخلق عموما أيا كان. فهو كأنما، لأن حقيقة التوكل فيها علم القلب الذي له علاقة بالقضاء والقدر. فهو يدرك أن كل ما قدره الله سبحانه وتعالى، كل ما هو مقدور له أو مقدر له فهو من الله، فلا يخشى شيء. ويؤمن بأن القضاء والقدر من أركان الإيمان.
وبالتالي قضايا التطير وهي لها علاقة على كل بالجوانب النفسية في الإنسان. يقوم الواحد الصباح وفجأة يقابل واحد لابس مثلا لباس معين فيغير وجهته، يقول والله صبحنا بفلان أو صبحنا باللون الفلاني أو صبح بطير معين يتحرك أو صبح فيتشاءم. نعم. هذا الموضوع يناقض عموما في النواحي في حياتنا العملية، يناقض موضوع التوكل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فالإنسان عليه أولا أن يعلق أمره كله بالله، لا يعلقه بهذا النوع من المخلوقات أو التحركات التي لا علاقة لها عموما بما يجري على الإنسان. فهذا الجانب للأسف الشديد يغطي مساحات كبيرة جدا، وكثير من الأشياء ربما حتى ما يتعلق بالأمراض النفسية والأمراض العقلية لها علاقة أحيانا بهذا النوع من السلوك، بأن الإنسان يعني يجعل هنالك قضايا مخيفة بالنسبة له. والله عز وجل أمرك أن تخشاه، وأمرك أن تخافه، وأمرك أن تعتمد عليه، وأن تتوكل عليه، وأن تثق به، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظك من كل سوء ومكروه إلى غير ذلك من الأشياء. فهذا الجانب الأول هو موضوع التطير وموضوع التشاؤم. الجانب الثاني أيضا قد يكون قريب من ذلك، وهو موضوع التنجيم والكهانة وهو الاعتماد على ما ليس بحقيقة في استقاء الأخبار ومعرفة الوقائع، سواء كانت وقائع على يومية أو كانت وقائع مستقبلية. فبعض الناس يعتمد على حركة النجوم، وبعضهم مثلا يعتمد على موضوع الكهانة، يذهب إلى من يستقرئ له قراءات معينة ويقول له والله سيكون كذا وكذا، وكل ذلك ظنون وأوهام وليست حقائق. فهذا النوع بطبيعة الحال يؤثر أيضا في توكل الإنسان، ويؤثر كذلك في حركته. النقطة الثالثة، وهذا منتشر أيضا في كثير من العامة وخاصة في العوام بالأرياف بالذات، موضوع التمائم، وهو أن الإنسان يعلق تميمة ويقول له الشيخ بأنه والله هذه التميمة تمنعك من كذا وتمنعك من كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر على كل أمته كذلك من هذا النوع من كذلك أشكال التبرك غير المشروع، سواء كان تبركا بصالحين أو كان تبرك بأحجار أو كان تبرك بأموات أو كان تبرك بالأشجار إلى غير ذلك. كل هذا النوع من أنواع التبرك واعتقاد بأن والله هذا مما ينفع ويضر أيضا من الأشياء التي تنافي حقيقة التوكل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، لأن ذلك ينافي تعلق القلب بالله وينصرف القلب عن الله سبحانه وتعالى إلى غيره. ممتاز. بل أحيانا ربما ستذهب إلى ما ينافي كمال التوكل، حتى ما نقول نحن والله بأنه والله تذهب لفلان أو لشيخ معين ادعوا لي. بعض السلف كانوا يتحرجون من ذلك، لأن الله عز وجل يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمن. فإذا أردت أن تذهب إلى كمال التوكل فاذهب مباشرة إلى الدعاء لله سبحانه وتعالى. نعم. ممتاز. التنجيم، أصحاب التنجيم وأصحاب التمائم قد يعتقدون أن هذه الأمور تساعدهم على التوكل على الله سبحانه وتعالى، فبشكل مفصل كيف ممكن للتنجيم والتمائم أن تنافي التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ هو موضوع التنجيم في حقيقته اتباع للظنون وليس اتباع لعلم ولا لحقائق. يعني الله سبحانه وتعالى ما ربط الأحداث والأقدار وكذا بأشياء من هذا النوع. يعني إذا كان هنالك طريق دلت الشريعة عليه وقالوا لك والله هذا هو الطريق الذي، يعني مثلا الرقية الشرعية وأذكار الصباح وأذكار المساء دلت الشريعة على أن هذا الطريق من الطرق التي تستند إليها كحقائق علمية وتعتمد على الله سبحانه وتعالى بها. هذا ما في إشكال، تساعد على التوكل، تساعد على التوكل وتعين الإنسان. لماذا؟ لأنه سبيل شرعي. جميل. لكن ما نتكلم فيه نحن الطرق التي نهت الشريعة عن سلوكها، الطرق التي نهت الشريعة. فمما نهت عنه قضايا التمائم وقضايا التطير وقضايا التنجيم وقضايا التشاؤم، هذا كله مما نهت عنه مما نهت عنه الشريعة. التبرك غير المشروع، هنا لا أتكلم عن في هنالك تبرك مشروع، التبرك بالآيات، التبرك بالأحاديث، هذه من الأشياء على كل أو الأدعية التي يقوم بها الإنسان، أن يقرأ مثلا في شيء قراءة مباشرة بآيات الله، فالتبرك بآيات الله سبحانه وتعالى بلا شك هذا من أنواع التبرك المشروع. أيضا من الأشياء التي تنافي حقيقة التوكل ترك الأسباب فيما يتعلق بالأرزاق، وما يتعلق الأرزاق هنا مختلفة، أكل وشراب وإنجاب وغيره، لا بد أن تكون هنالك طرق شرعية يسلكها الإنسان حتى يصل إلى ما كتب الله له من عالم الأرزاق. وهنا تدخل فيها تطوير القدرات، ويدخل فيها البحث عن العمل، ويدخل فيها كذلك إلى غير ذلك من الأمور التي على كل تدخل في باب الأرزاق، والأرزاق أبواب واسعة.
قد تكون أرزاق علمية، وقد تكون أرزاق على كل أيضا طعام وشراب وكساء وغير، قد تكون أيضا أرزاق مالية. فكل ذلك تركه يعتبر أيضا مما ينافي حقيقة التوكل المشروع. أيضا من الأشياء اللي ربما يعني يكون فيها بعض الشيء حديث في قضية أن الله سبحانه وتعالى يعني ما من داء إلا وجعل الله له دواء، وقال تداووا عباد الله. فالترك المطلق للعلاج والترك المطلق للتداوي قد يكون أيضا من الأشياء التي يعني تنافي على كل حقيقة التوكل. ممتاز. إذن ما يجعل القلب متعلقا بغير الله سبحانه وتعالى ينافي حقيقة التوكل. نعم. طيب. كل أمرين، حتى إذا أردنا أن نلخص كل ذلك، كل ما ينافي تعلق القلب بالله أو ينافي ترك الأسباب المشروعة التي حثت عليه الشريعة، هذه كلها تنافي التوكل على الله. نعم. طيب، الشيء بالشيء يذكر، هل هنالك نوع من التوكل محرم ولم ينزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان ونجده منتشرا بين عامة الناس؟ طبيعة الحال التوكل الذي يكون بغير الله، يعني من تعلق قلبه بولي من الأولياء، أو تعلق قلبه بملك من الملائكة، أو تعلق قلبه بمن زعم أنه ابن الله، كما يزعم مثلا كثير من النصارى يعتقدون أن عيسى ابن الله، وبعض اليهود الذين كانوا يقولون عزير ابن الله. فإذا ذهب الإنسان هذا المذهب وتوكل على هذه المخلوقات، هذا بطبيعة الحال التوكل المحرم الذي هو إشراك بالله سبحانه وتعالى. وفي حقيقته هذا النوع من التوكل هو أن يعطي الإنسان شيء من خصائص الربوبية والألوهية لهذا المخلوق. يعني ما بتجي ساكت، لا بد أن يكون هنالك اعتقاد بأن الله هذا الشخص له خصائص ألوهية. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. فالتصور الخاطئ عن الإله يعطي بطبيعة الحال تصورات خاطئة في سلوكيات خاطئة في الممارسة. فمن تصور أن مع الله آلهة، أو تصور أن لله ولد، أو تصور أن لله صاحبة، أو تصور أن الجن بنات الله إلى غير ذلك من تصورات أو تصور بأن زيد من الناس فيه الصفة أن تجعله وسيطا بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحق التعبد وكذا، كل ذلك يدخل في باب التوكل المحرم أو الذي يؤدي إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ثم هنالك نوع آخر أيضا من التوكل المحرم، وهو بعض الناس يسلك فيما ذكرناه من أسباب الطرق غير الشرعية، فيريد مثلا من الصباح يذهب للوظيفة أو يذهب يعني مكتب حكومي، الناس واقفة ومنتظرة في الصفوف، ويريد كل واحد أن يأخذ حقه في هذه المؤسسة الحكومية، وهو يذهب إلى الداخل ويعطي رشوة. هو سلك طريق الآن وأخذ بالأسباب، ويقول لك والله يا أخي الأخذ بالأسباب هذا السبيل الذي سلكه هذا الشخص لا علاقة له بالتوكل. لماذا؟ لأنه سلك طريقا غير شرعي. غير شرعي. أيضا واحد آخر والله يا أخي يريد أنا أريد ابن، ولكن يذهب إلى طريق مخالف، يذهب بدل أن يتزوج يذهب ببناء علاقات غير شرعية وينجب إلى غير ذلك. شخص آخر مثلا يقول والله أنا أريد أموال، يذهب إلى النصب والاحتيال والسرقة وأخذ أموال الآخرين. فهي طرق لكنها طرق غير شنو؟ غير مشروعة. فهذا الذي يخالف المشروع ثم يزعم بعد ذلك أنا متوكل على الله، هذا أيضا توكله توكلا محرما. لا تحاول، باختصار لا تحاول أن تذهب إلى الطريق المحرم ثم تستعين عليه بالله. هذا خطورته قد يكون كفرا والعياذ بالله. مثلا والعياذ بالله شخص يريد أن يرتكب فاحشة ويقول بسم الله توكلت على الله اللهم أعني على، لاحظ، فهذه هو الآن صح هو طريق وهو سبيل ويمكن أن يحصل فيه ما يريد، لكنه ليس سبيلا مشروعا. وبالتالي من سلك تعلقا قلبيا بغير الله سبحانه وتعالى في الجزء العلمي الذي ذكرناه أو في الجزء العملي الذي أيضا سواء كان فيه أعمال قلوب أو كانت فيه أعمال أبدان، كل ذلك ما دام أنه غير مشروع فإن ذلك يدخل في باب ما ذكرته في قضية التوكل المحرم. التوكل المحرم، جميل. نعم. طيب، التوكل كما ذكرتم شيخنا علم القلب وعمله. نعم. ولا بد من هذا من ثمرات لا تحصى، فلو تطرقنا إلى ثمراته، ثمرات التوكل ومن أجر وثواب،
مما أخره الله في الآخرة ومن ثمراته في الدنيا. أعظم ثمرة يعني علمية وعملية من حيث أعمال القلوب استشعار معية الله سبحانه وتعالى. من يتوكل على الله سبحانه وتعالى ابتداء يكون له تصور صحيح وعلم صحيح بالله سبحانه وتعالى، فيعلم قدرة الله، يعني يعلم الله بكماله ويعلم الله بجلاله ويعلم الله بجماله كما يقولون، وبالتالي هو عندما يتوكل على الله مستصحب معه كل ذلك. فأول قضية بالنسبة للمتوكل هو ثقته المطلقة في الله، استشعار المعية المطلقة مع الله سبحانه وتعالى. ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تخف إن الله معنا، إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يعني وهذه سبحان الله لو أننا تتبعنا كل رسول ستلاحظ سبحان الله هو مفتوح له يعني نافذة إلى هذا النور الإلهي وإلى هذه المعية الإلهية وإلى هذا الاستشعار العظيم. والتوكل إذا أردنا أن نتحدث في مقاماته فأعظم مقامه طبعا هو مقام الشاكرين، مقام الشاكرين أفلا أكون عبدا شكورا، وهو مقام الأنبياء. فتلاحظ أن إبراهيم الخليل والنبي عليه الصلاة والسلام يحتلان المرتبة الأعلى في التوكل، ثم الناس بعد ذلك من أنبياء، من رسل، من صالحين، من صديقين، من كذا، يتدرج إلى أن يكون هنالك بعض المسلمين العصاة ولكنهم يبقى عندهم الأصل أيضا الأصيل في هذا الجانب. إذن الفائدة الكبرى في موضوع التوكل هو استشعار معية الله سبحانه وتعالى، وهذه طبعا يعني وحدها تكفي لي لأن تحرك الإنسان وتحرك جوارحه وتحرك قلبه وتحرك فيه الجوارح كلها نحو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، من توكل على الله كفاه، توكل على الله في كل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. فالذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى فإن الله كافيه، فإن حسبك الله سبحانه وتعالى في أن تتوكل عليه. المسألة الثالثة أيضا هو أن من يتوكل على الله تلقائيا كما ذكرت في الجانب الأول أنه قد تعرف على الله بصفات كماله، بكماله وعظمته وكبريائه وعطائه وعزته. رابعا أيضا استشعار الضعف والمسكنة في الذات. من يكل أمره إلى الله فيه اعتراف كبير جدا بأنه والله يا رب لا حول لي ولا قوة وأنا العبد الضعيف العبد المسكين أطرح أمري بين يديك. فهنا كما أنه وصف الله تبارك وتعالى بكل عظيم، عظمة والجمال والجلال والكبرياء، وصف نفسه بأن أنا فقير. نعم. فتصور لو أن شخص من أهل المروءة في دنيانا وقف شخص على بابه وقال له يا فلان أنا والله ما عندي غيرك، وهو يحمل إليك الأوراق. الرجولة والمروءة والأشياء الإنسانية البسيطة تحمل صاحب، فكيف بالله عز وجل؟ الله عز وجل الذي يعني إليه كل شيء ويؤوب إليه الناس وتطلبه الخلائق وحاجات الخلائق بلا حدود، ومع ذلك يقول الله في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسأل كل واحد مسألة وأعطيته ما نقص ذلك من ملك شيء. فهذا الجانب أيضا من الأشياء التي يستفيدها الإنسان من التوكل على الله. فكما أنه يعترف لله بالكمال يعترف لنقصه بالنقص والقصور والعجز والفقر والمسكنة وغير ذلك. خامسا أيضا التوكل يجلب محبة الرب جل جلاله، أن الله يحب المتوكلين، أن هذا أمر محبوب لله سبحانه وتعالى، كما أن الله يحب أن نعبده ويحب أن نشكره ويحب أن ندعوه أيضا يحب أن نتوكل عليه. نعم. فالله سبحانه يحب المتوكلين، هذه أيضا من الفوائد الكبيرة. ونحن نسعى حقيقة في دنيانا إلى أن نكون من المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء المهمة في التوكل الانتصار على الأعداء والانتصار على مكرهم. يعني لاحظ أنت ليس كل يعني ما يقابلنا في الحياة شيء ظاهر، هنالك مكر كبار، والله عز وجل وصف مكر الكافرين بأنه مكر مكرا كبارا، ووصف مكرهم بأنه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
ولكن سبحان الله كل الآيات التي فيها مكر الأعداء ما وكل الله إليك أمر الدفاع عن نفسك فيها، لأن أمر خفي أنت ما تستطيع. فالله عز وجل جعل هذا الموضوع أمر توكل، أوكلها إلى نفسه. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. قضية المخادعة، قضية المكر الخفي، قضية كذا، ويمكرون ويمكر الله، يكيدون ويكيد الله بهم. لاحظ الأمور الظاهرة قد تكون والله موكول، لكن سبحان الله قضايا المكر، قضايا الدهاء، قضايا الأمور الخفية كلها الله عز وجل اعتمد علي. يعني أنت أحرص على أنه الله أبذل كل ما تستطيع فيما هو في حولك وطولك وقوتك، لكن أكل كثير من القضايا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه على كل أيضا من الفوائد الكبيرة جدا. من الفوائد كذلك أن الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى يكون مرزوقا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. مش اللي هي آيات الطلاق اللي ذكرنا فيها موضوع الرزق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قل أيضا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. نعم. كذلك فيما ذكرته من قضية حفظ النفوس وحفظ الأولاد وكذا، هذه برضو ذكرناها في قصة يعقوب عليه السلام. أيضا الحفظ من الشيطان، أنت تتحصن من الشيطان بالله رب العالمين. ومثلا في التلاوة إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لأن هذه مواطن النعم العظيمة جدا. أعظم نعمة يؤتي هذا الإنسان هو نعمة القرآن، فقد يكون مستهدف فيها من خلال الشيطان. فجعل الله سبحانه وتعالى أول ما نقرأ القرآن نستعيذ بمن؟ نستعيذ بالله جل جلاله أن يحفظنا وأن يحمينا. كذلك في التوكل هنالك الراحة النفسية والطمأنينة الخاصة. تلاحظ أن الشخص غير المتوكل مشتت قلبيا ومشتت نفسيا ومشتت ذهنيا وغير مطمئن في حياته، فهو دائم القلق. لكن المؤمن سبحان الله يقوم بما يجب عليه، ثم يكون بعد ذلك مستقر قلبه لله، لأنه والله وكل أمره إلى رب الأرض والسماوات جل جلاله. كذلك أيضا حتى التوكل على الله يورث العزيمة على العمل ولا يورث التواكل. من الخطأ جدا أن نتصور بأن والله الإنسان يتوكل على الله ويكون خاملا، يتوكل على الله ويكون كسولا، يتوكل على الله ولا يكون مجتهدا. لا، التوكل على الله يجعلك تتحرك، التوكل على الله يجعلك تقدم، التوكل على الله سبحانه يجعلك تبحث عن ساحات واسعة وجديدة في هذا المجال الواسع الذي جعله الله ساحة استخلاف وساحة عمران وساحة تعبد لله سبحانه وتعالى. كذلك التوكل يورث العز، لأنك تتوكل على العزيز الحكيم القوي المتين، فأنت تتوكل على الكبير المتعال، وبالتالي تكون هنالك عزة النفس مصحوبة كذلك بهذا الجانب. على كل موضوع التوكل كثير، ختامه دخول جنة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 يدخلون الجنة، من صفاتهم أنهم وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله سبحانه وتعالى مآله ومآبه ومنتهاه هو أن يدخل الإنسان جنة الله سبحانه وتعالى. نعم. شاكرين لك هذا الحضور وهذا التقديم شيخنا الفاضل. حياكم الله. الشكر موصول لكم أنتم أيضا متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان. كما نكرر ونجدد الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. شكرا لكم فضيلة الدكتور. بارك الله فيكم. الله. يقول الشاعر: توكل على الله في كل حين، وأبشر بفيض الرضا والأمان، فليس سوى الله إن تستعين، فلا تبتئس بظروف الزمان. طابت أوقاتكم بكل خير، انتظرونا في نفس الموعد من الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.